الولايات المتحدة الأمريكية تحتل ربع سوريا الآن من خلال ذراعها البككي أو ما يسمى بقسد. خلينا أكمل. والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على منابع البترول والغاز في سوريا، والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر على الضفة الشرقية من نهر الفرات وعلى كل نهر دجلة. كيف بعد كل هذا الكلام تقول لي بأن الولايات المتحدة في حالة أفول وفي حالة ضعف؟ إذا كانت إيران وروسيا والنظام السوري يريدون فعلا تحرير كل الأراضي السورية، اتفضلوا، ما هي ربع سوريا مفتوح، لماذا لا يحاربوا أمريكا على الأرض السورية؟ الموضوع هو بدأ، وأنت تعلم وترى والعالم كله يرى أن عمليات المقاومة ضد القواعد الأمريكية المحتلة التي تسرق القمح السوري، وكما قال ريتشارد بلاك قال بالصوت الواضح: ذهبنا إلى سوريا التي كان عليها 0 مديونية لنسرق القمح حتى نشكل مجاعة للشعب السوري، وذهبنا لنسرق النفط لنحدث أزمة يتجمد من خلالها السوريون. وما الذي يعيق حرب تحرير الأراضي السورية التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الذي يعيق ذلك؟ ماذا ينتظر النظام وإيران وروسيا؟ المقاومة بدأت، وأنت ترى في كل يوم هناك عمليات قصف على حقل العمر النفطي وعلى منطقة التنف وعلى الكثير من هذه المناطق الموجودة فيها القوات الأمريكية المحتلة. وهل هناك إطار زمني؟ يعني بعد كم سنة ممكن تتحرر هذه الأماكن؟ نحن في المدى المنظور نتكلم، لا نتكلم عن سنين. ستخرج القوات الأمريكية المحتلة عاجلا أم آجلا، إم سلما أم حربا، وهذا الموضوع منتهي، وهناك قرار حاسم بهذا الموضوع لا عودة عنه. وبدأت عمليات المقاومة بدأت عمليات مقاومة الوجود الأمريكي على الأراضي السورية. أستاذ أحمد الهواس، بالتأكيد أنت لن تدافع عن وجود الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض السورية، لكن السؤال لماذا هذا الجمود والذي يقول أستاذ عبده لا الآن بدأت عمليات المقاومة؟ هناك سمعنا يعني للموضوعية والمصداقية في الآونة الأخيرة الشهر الماضي كان هناك حوالي ضربتين على بعض القواعد الأمريكية في سوريا، عشرات الضربات. طيب عشرات الضربات، لكن لم أتأكد من عشرات الضربات. اللي طلع في الإعلام حوالي ضربتين فقط. أستاذ أحمد تفضل. نعم أخي العزيز، أكرر وأقول لك بأن العدو الرسمي والرئيسي للشعب السوري والثورة السورية هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي أبقت هذا النظام وتدافع عنه، هي التي سمحت لروسيا بشهادة أندرو إكسوم أنها تذهب لمقاتلة الثورة السورية ولا تسمح بسقوط بشار الأسد، وأيضا بشهادة بيل رودز في كتابه العالم كما هو أن أوباما كان فرحا لأن تذهب إيران تقاتل في سوريا، تقاتل الشعب السوري، وكان يصف إيران بالدولة المتحضرة والشعب المتحضر في حين يصف العرب بمنتهى الاحتقار. هذا حتى لا نختلف عليه. لا تستطيع دولة أن تأتي تقاتل في سوريا لولا الرضا الأمريكي، وأنت تعلم أن هذه الدول التي دخلت سوريا تدخل في الفصل السابع كدول غازية، وانظر ماذا صنعوا بالعراق حين تجرأ صدام حسين على الكويت. هذا حتى ننتهي من هذا الملف. موضوع الثاني، أنا على تماس مباشر مع أهلنا في الداخل السوري في كل الجسد السوري، ليس في مكان واحد. أحد الأخوة يكلمني من التنف من مدة يقول: ذهبنا إلى الأمريكان وقلنا لهم هل نستطيع أن نقاوم القوات الإيرانية أو الحزب اللاتية الموجودة عندنا في البوكمال والتي تبعد عنا رمية حجر؟ قال: ممنوع، لا نسمح لكم بمقاتلة هؤلاء. قال: قلنا لهم. طيب لماذا؟ اسكت تفضل. لماذا أستاذ أحمد؟ لماذا يا سيدي العزيز؟ لأنهم هم أتوا بإيران إلى هذه المنطقة. الطائرات الأمريكية كانت حين كانت تقصف داعش بالموصل كان أستاذ عبده لو سمحت حتى نسمع. اسمع يا عبده، اسمع، أنا لم أقاطعك عبده، أنا لا أقاطعك. تفضل. لاحظ معي أخي العزيز، حين كانت الطائرات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والتحالف العربي يقصف ما يسمى داعش التي صنعتها حسب يعني الإيميلات المسربة لهيلاري كلينتون تمت التصنيع مع طهران، كان قاسم سليماني يقف على حدود الموصل يا رجل.